الصوره ديت للمواطن العربي؟ بلا شك، لانه انا المواطن العربي بالنسبه لي هو نجيب محفوظ. طبعا كل الموجودين هو المواطن العربي بالنسبه لي النهارده، بس كمان انا لو عايز ادي امثله، هو نجيب محفوظ، هم يوسف شاهين، هم احمد زويل، هو محمد العريان، هو محمد صلاح، هو ده المواطن العربي بالنسبه لي. فانت ما تجيبليش حد انت عايز تدي صوره سيئه، لا تعالى انا اقول لك مين هو المواطن العربي. ف وبالتالي كنت حتى الملابس اقول لهم انتوا ازاي عايزيني لو انا في المواطن عامل دور لبناني عايزيني البس ملابس وحشه؟ انا اعرف لبنانيين كويس قوي ممكن ما يبقاش في جيبه فلوس لكن بيبقى لابس كويس قوي. فانا اسف جدا، انا هبقى معيش فلوس، مش لابس لبس غني، لكن يعني راجل محترم. ونفس الحكايه حصلت في اللعبه العادله، مديره الملابس مصممه مصره ان انا ابقى دكتور لابس وحش جدا. قلت لا يا فندم، هو الدكتور ده نظيف محترم. انا شفت العراق، والعراق في عزها احنا كنا بنجيب اللبس من العراق. لا حتى لو بعد اللي حصل والاحتلال القميء حصل، انه لا انا معارفهم وشايفهم، هو ممكن يبقى عنده قميص واحد بس نظيف وراجل عالم. فحاربت عشان ما يلبسونيش لبس مش كويس. يعني ايه الرئيس السادات، انا احد الاشياء، بس انا هقول لك على حاجه فيه